قافلة الهدى الدعوية. الشؤون الغلول، الحضور. الغلول هو أعظم ذنب يقعون فيه أهل الخليج. قاطبة، وين بتروح؟ قال بروح أجيب العيال. ما شو أجيب سواق دريول يخربط على البيت؟ أروح أجيبهم. وين بتروح وقت الدوام 11:30 12؟ قال الله غفور رحيم. طيب ترجع؟ قال لا، إذا وصلت البيت عاد أرجع ثانية. صعبة. عيالي من يجيبهم؟ لا والله صح، عيالك من يجيبهم؟ والإثم 2:30 من يدفع حسابها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الغلول قد يكون في قزازة موية بنص درهم ولا 100 فلس الظاهر. إذن الغلول هو أعظم شيء. أعجبني واحد عجيب، كنت أتكلم في هذا الموضوع فجاني مدير 21 واحد اللي تبعهم، يقول: يا دكتور عقدتني. قلت: ليش؟ قال: أنا عندي 21 موظف، 20 منهم يروحون 11:30 12 إلا 4 ما عاد عندي موظفين، كل واحد يقول أهلي ولزوجتي ولدي وراح أجيب من العيال، نصهم يرجعون نصهم ما يرجعون، وعجزت فيهم. أتحمل إثمهم؟ قلت: والله إيش رأيك أنت؟ قال: أنا عندي العلم، أنا عارف أني بتحمل إثمهم، لكن أعطيك العلم أنا. قلت: شو بسوي؟ قال: باكر أقدم استقالتي وأصير موظف معهم، ويجيبوا لهم مدير يتحاسب بدالهم. أنا ما عندي استعداد أروح يوم القيامة، أنا الحين قاعد أداوم وذول العالم كلها على حسابي. قلت: إيه على حسابك، الدولة ما تعطيك 2:30 تشرد للعمال، ولا كان قالت الدوام الساعة 12 كل يروح بيته. فعجبني، قال: بكرة بأمر الله يا دكتور أني مقدم استقالتي من الإدارة وأقعد موظف 500 ريال حقت الإدارة، مو بلازم تدخل لي النار ذي، مو بلازم. فإذا كان عجيبا. أيضا وهي ذي أعظم شيء عند الصالحين، أليس هذا واقع؟ الصالح عند كثير من الصالحين، سواء دكتور شيخ. الدكاترة كيف يغل عادي. غلول الدكاترة مميز، يعني بعقل كذا، يعني يظنون أنهم يضحكون على أنفسهم. الأخونا في الله الدكتور عنده عمليات بالليل إلى الساعة 1 بالليل 12، جاي تعبان وعنده عمليات الصبح الساعة 7، بيقدر؟ ما يقدر. يتصل من البيت: ألغوا العمليات. ليش يا دكتور؟ راسي يوجعني. طبعا ما يقولوا له شيء، استشاري، إذا ما حد يحاسبه يلغون العمليات. ومن اللي حاسبه؟ ربي. اختم في الله حبيبه راعي الطاعة، مدرسة، إذا جت تروح بيروت أو تروح مكة أو تروح القاهرة أو تروح لأي مكان في الصيفية، تجيب الإجازة حقتها حقت الرجوع، لأن هي أصلا تبي تتأخر 2 أسبوع، فتجيب العذر مجاهز مختوم بالختم ب50 ريال من دكتور عيادة خاصة. إذا رجعت، عشان ما تروح تدورها، إذا رجعت جاهزة، والتاريخ على بعد 2 شهر في أكتوبر. احنا تونا في أغسطس، قال حطها في أكتوبر، من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر. هذه الدراسة في 1 أكتوبر، وأنا من بجايتنا أول أسبوع أجي أخرب إجازتي. أنا في براد أجي للكويت ولا الرياض والشولة، وش معجلنا وريكه. هي ما تدري أنه غلول، وستأتي به يوم القيامة شايلتها على كتفيها. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيني أحدكم وعلى منكبيه كتفيه شاة تثغي لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله انقذني، فأقول: ما أنا لك بمنقذ. لا يأتيني أحدكم وعلى منكبيه جمل بعير، فيقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: ما أنا لك بمنقذ. إذا الدوام قالت الدولة من 8 إلى 3، يعني معناه أنه
هم أبخص من 8 إلى 3. إن شاء الله ما عندك دوام، إذا تقول أنا من 10 يخلص دوامي، رح للدولة قل لهم ترى أنا ضاحك عليكم، 10 يخلص دوامي، خذوا وظيفتكم. وإذا أنت تقول لا أحتاجها، اقعد في الوظيفة إلى 3 ثم رح. في غلول آخر، وشو؟ إذن عندنا غلول عيني. الغلول يقول ما كان رسول أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي الغال بما غل ويلقى على حافة جهنم ملك فيسأله ما هذا؟ قال هذا غليته في الدنيا، فيأخذه منه ثم يرميه في قعر جهنم ويقول ائت به، فيذهب يأتي به 1000 عام، ثم يرجع، ثم يأخذ الثانية، ثم يسأل نفس السؤال، ثم يرميه ثانية له، إلى أن يشاء الله. الغلول الثالث وشو؟ النوم في العمل. أحد الإخوان أراجع أنا من 3 سنين في رمضان، أقول له المعاملة هذه عندك؟ قال لا مي بعندي. أقول له عندك يا أخي، قالوا لي كلها عندك. قال وأنا وياه. المهم قلت يا أخي دور لقاها عنده. قال يا شيخ صدقني إني الحين شفت الطاولة ذي. قلت نعم. قال إني أشوفها فراش. قلت ليش يا خيي؟ قال يا شيخ رحنا نصلي مع الشيخ الفلاني البارح الله يجزاه خير، وسحبنا وطول بنا، ما خلصنا إلا قبل الفجر بنص ساعة، يا الله مدانا نتسحب ما نمت زين. قلت ما أنت بمثاب، أنت آثم. إذا بغيت يا أخوي تصلي التراويح والقيام الله يعينك، بس طق لك إجازة 10 أيام ونم على كيفك، وصل على كيفك، وتعبد على كيفك. لكن هنا دولة معطيتك قروش تجي تداوم ولا غلول. إذن أهم شيء في العمل أن لا يكون حرام، وأهم ما في العمل اللي يقع فيه الصالحين الغلول. بعده عدم العدل وهي الواسطة. والواسطة نوعين: كون إني أفزع مع واحد من جماعتي أروح وأدبر أوراقه وأجيبه وشيء، هذه ما